يوسف الشيخ جمجمه سيام الخوت كاملين تحياتي ليكم. المهم الخوت باش نعرفوا واحد المساله قبل ما نبدا المداخله ديالي، غادي نعطي واحد المقطع ديال واحد الفيديو كنت سجلته في الفتره اللي كان نصر الزفزافي كان خرج ومشى كيدفن الاب ديالو الله يرحمه. لذلك كنا شفنا تما كاين واحد مظاهره وكانوا كيطالبوا نفس الطلبات ديال هاد الاشخاص اللي هما كيدافعوا على نصر الزفزافي هنا في اللايفات، نفس الافكار ونفس الكلمات ونفس التوجه. لذلك غادي نشوفوا هاد الناس هادو واش هاد الطلبات هي حقها ولا شكون اللي كيوجههم. واخا غادي نمشيو لهاد الفيديو اللي كان النهار ديال هذا من هذاك الناس اللي كيشاركوا في حراك الريف، اللي كيشاركوا في هاد حراك الريف وفاتح لايف كيتضامن مع نصر الزفزافي وما الى ذلك، وغاديين في هاد المظاهره. غنشوفوا شكون اللي معاه. ها شكون اللي معاه. ولكن يجب التحيه الديمقراطيه الزفزافي. شو اللايف شحال فيه؟ هاد الشخص هذا راكم كتعرفوه، بلاتي تشوف عاش الريف. إطلاق سراح الزفزافي، الشعب يريد إطلاق الزفزافي والشعب يريد سراح الزفزافي. أخو نصح أخو الشعب يريد سراح المد. المهم باش ما نطولوش خصكم تشوفوا صاحب اللايف. واحد البرهوش في عمره شي 17 عام قال لك حتى هو كيناضل وكيطالب بالحقوق. 17 عام هنا كيتبين على ان من كان وراء الزفزافي هما جماعه البراهش. الا ما كانوش براهش في السن ديالهم، براهش في العقول ديالهم. لذلك حنا غادي نتكلموا بعيدا على هاد البنود القانونيه وعلى هاد المحاكمه، تنتكلموا حنا كمواطنين مغاربه من ابناء الشعب المغربي اللي حنا حضرنا في هاد الحراك ديال الريف وكنا كنسمعوا كل شيء بودنينا ونشوفوا كل شيء بعينينا. اولا كنمشيو للكلمه ديال السي نصر الزفزافي فاش كنتكلم وقال الاستعمار الاسباني اهون وافضل بكثير من الاستعمار العروبي. هاد الكلمه هذه هي نفسها اللي تداولوها داك الريغولاريس الخونه الريفيين اللي هما كانوا جزء لا يتجزأ من الجيش الاسباني في فتره الاستعمار الاسباني لشمال المغرب. اذا الكلام ديال الخونه هو نفسه اللي تقال على لسان نصر الزفزافي. ثاني حاجه، حنا المغاربه كنقولوا عاش الملك كعرف تاريخي ورثناه على الاباء ديالنا ان هذا النظام الملكي، فاش كنقولوا عاش الملك كنقولوا يحيى النظام الملكي واستمراريه الملكيه في المغرب. هاد الناس اللي هما داروا المظاهرات كنا كنشوفوهم ماشي مطالب اللي هي كيقول لك حقها مشروعه وما الى ذلك، كانوا كيوصفوا المغاربه بالعياشه والعياشي مدلول والعياشي كذا. اذا واش حنا هنايا هاد الناس الا غادي نتكلموا بواحد الاطار قانوني وسياسي واش كيفهموا بعد المصطلحات اللي كيتكلموا بها؟ اذا كل من هو مع استمرار الملكيه في المغرب فهو مدلول. اذا خصنا نسقطوا هاد الملكيه باش نكونوا احرار. هذه الثانيه. حاجه اخرى غادي نمشيو للسي ناصر الزفزافي وهاد الناس اللي كيقول لك القضاء غير مستقل، القضاء غير نزيه. بعد اخويا عطينا الدكتوراه ديالك نتايا في القانون باش نعرفوك كتكلم نتايا بمنطق، ماشي واحد ما عندوش حتى المستوى الابتدائي ويجي يتكلم هو ويطعن في القرارات والاحكام ديال المحكمه ويقول لك القضاء غير مستقل. شنو معنى القضاء غير مستقل؟ هو انه كيعمل بواحد الوكاله من واحد الجهه. هاد الجهه هذه اللي كتخدم القضاء المغربي خصهم يعطيونا اتوا برهانكم ان كنتم صادقين. عطيونا نشوفوا هاد الجهه اللي كتعمل اللي هي كتحكم في هاد القضاء، وريوها لنا نشوفوها. اما الا جينا نبقاو نعطيو غير الهرطقات الفارغه والكلام الفارغ عطا الله ما نقولوا ما نساليوش. ولكن حنا هنا كمغاربه حنا كنشوفوا على ان الاهانه اللي كانت لهاد المغاربه كانت قويه من طرف هاد الاشخاص. حاجه اخرى، واش هاد الناس هادو اللي هما مشاو في هاد حراك الريف واش هما كانوا كيطالبوا بالعداله الاجتماعيه؟ واش هما كانوا كيطالبوا بشي مطالب اللي هي مشروعه؟ انا كنعرف المنطقه د الحسيمه كانت احسن من منطقه
فاس والله الا الحسيمه احسن من فاس في ذاك اللحظه. علاش حنا المغاربه هنايا، علاش حنا هنا في فاس ما نهزوش راسنا وتا حنا نخرجوا ونديروا واحد الشخص اللي هو ما يعرف والو ويطلع ويبقى يدير الفوضى هنايا؟ علاش ما نخرجوش؟ علاش ما يخرجوش الناس ديال الخميسات؟ علاش ما يخرجوش الناس ديال تيفلت؟ علاش ما يخرجوش؟ حنا كنشوفوا على ان بعض المناطق اللي هي نائيه ضروري كتكون فيها واحد يعني الاشغال اللي هي متاخره، وهذا الشيء راه ما كاينش غير في المغرب، كاين حتى في دول اوروبيه، كاين حتى في امريكا. لذلك حنا هنا فاش كنجيو نشوفوا المنطقه الحسيمه هي منطقه كنشوفوها كانت من احسن المدن ومن اجمل المدن المغربيه، ومع ذلك شفناهم كيتكلموا شي كلام اللي هو ما كيدعيش للتنميه، هما كيدعيو للانفصال، وهذا الشيء بغيناه ولا كرهناه. كانوا كيسبوا المغاربه. اما العقوبه اللي كيقول لك القضاء غير نزيه والقضاء غير مستقل، لا اخي، ولا العقوبه قاسيه، انا لاش دخلني في شي عقوبه؟ انا كنشوف داك الجرائم اللي هما دارهم ناصر الزفزافي ومن معه، كنشوف داك التهم اللي توجهت ليه واش هي حقيقيه ولا ماشي حقيقيه. الا كانت حقيقيه فانا هنا الدور ديالي كمواطن مغربي كينتهي، ما غاديش نحقق انايا في الاحكام اللي غادي يعطيو لذاك الشخص. وحنا شفنا الفتنه اللي ناضت وشفنا الفوضى اللي كانت، داك الشيء خيالي، حتى اننا ولينا كنحسوا على ان الشمال المغرب غادي ينفصل على الاقاليم الاخرى. هنايا كنشوفوا على ان الاتهامات، واش ناصر الزفزافي انت كطالب بطلبات اجتماعيه، اش دخلك اخويا انت للجامع؟ نضرب بالمواقع، اش دخلك للجامع وتوقف الامام يوم الجمعه؟ وهذوك راه المقدسات الدينيه، ما يمكن حتى شي واحد يتطاول عليهم، نضرب واقعيا. اذا الا تطاولتي عليه نتايا واستعملتي الخطاب والخطبه ديال يوم الجمعه باش تمرر فيها رسائل سياسيه، داك الشيء شوف فين ديروا، ما ديرولناش حنا في المقدسات الاسلاميه ديالنا، وهذا الشيء راه كيرفضوه كاع المغاربه. لذلك باغي تطالب بحقك، طالب بحقك في جهه واحده اخرى، خلي عليك الجامع، ما تنتهكش الحرمه الجامع. وحاجه اخرى اللي هو كيقول لك خصنا المفسدين، وحنا كنعرفوا على ان الفتره اللي هي ناض فيها الحراك شكون اللي كان بقى يقول لك حنا ريافه ولا حنا الامازيغ حنا رجال، وهذا الشيء ماشي بالنسبه للريافه. راه الكلمه ديال عياشي مدلول راه ما كنفيوش فيها الريافه، راه كاين عياشي وهو ريفي. اذا الكلام اللي توجه لذاك العياشي اللي هو كيقول عاش الملك وهو ريفي، اذا هذه كانت اهانه ليه من طرف هادوك اللي هما كيقول لك ريافه. اذا وسخوا الصوره ديال ذاك الريفي اللي هو مع الملكيه في المغرب، وسخوها. هنا فاش كنجيو كنتكلموا على هاد الخطبه ديال الجمعه اللي انتهكها، كنشوفوه دخل للجامع وبقى كيتكلم، من بعد ذلك لقاو عليه القبض السلطات الامنيه. شنو غادي نجي نقول انا؟ لا، ما خصهمش يقبطوه، الجامع خصو يدير الكلام ديالو من الجامع. اذا هنا كنشوفوا على ان هاد الناس اللي كيدافعوا على هذا السي ناصر الزفزافي، لو كنرجعوا بالتاريخ للوراء غنلقاوهم كيدافعوا على بوحماره، وغنلقاوهم في الثوره ديال بوحماره، وغنلقاوهم مع الريسوني الخائن اللي كان في شمال المغرب، وغادي نلقاوهم كيدافعوا عليه. وهذا الشيء هذا راه ماشي جديد، كنلقاوهم دابا كيدافعوا على كل فتنه داخل المغرب. كتلقاه كيحشي راسو في هاد المظاهرات اللي هي لنصرة الشعب الفلسطيني، ويضربوا لك في القوانين ديال الدولة والخيانة ديال الدولة، وعلى أن تطبيع خيانة. تلقاه فين ما كان شي مشكل كيحشي راسو هو جزء من المشاكل، وهادو هما المشاكل، وهادو هما الطابور الخامس، وهادو هما اللي كيحرضوا المغاربة، وهادو هما اللي كيهدوا الأمن والاستقرار ديال المغرب. لذلك أنا بالنسبة لي الكلام ديال هاد الأشخاص والله كيتبنى على هرطقات فارغة لا أساس لها من الصحة، وعقولهم فارغه. وما هذا واللي خلاهم يصرخوا دابا مؤخرا هما ان المغاربه توحدوا والمغاربه وعاو، والكلام ديالهم لا يسمن ولا يغني من جوع. لذلك انايا بالنسبه لناصر الزفزافي اللي خرجوا دوك يقول لك اطلاق سراح المعتقل، انا ما غادي نطالب لا من الدوله المغربيه باش تطلق سراحه، لان القضاء المغربي عندنا قضاء مستقل. وثاني حاجه الا غنتكلموا ونطالبوا بالملك محمد السادس ونديروا شي مطلب شعبي باش الملك محمد السادس يعفو عليه، كان خاصنا نشوفوا غير شي اشاره على ان هذا السيد فعلا تاب. لانه فاش تكلم على الوطن بشماله وجنوبه وشرقه وغربه وصحرائه، وحنا هنا شفنا على ان القضيه الوطنيه الصحراء المغربيه كل من هب ودب ولا بغى يحدث له واحد لراسو واحد الصوره في مواقع التواصل الاجتماعي كيقول الصحراء مغربيه وكاننا لا نعلمها. شفناها تستعملت من طرف العداله والتنميه، شفناها تستعملت من طرف ناصر الزفزافي، شفناها تستعملت من عده اشخاص اللي كاين منهم قال لك حقا انا راني كنقول الصحراء المغربيه باش نبني الملك العام.
باش نبني الملك العمومي اللي هو كيستعملوه المواطنين المغاربه. اذا القضيه ديال الصحراء المغربيه اللي بغى يبين على اساس انه مع المغاربه وانه يقول لك الصحراء مغربيه وكانها الصحراء ماشي مغربيه. اذا هنايا كنشوفوا على ان ما كاينش اشارات، لان هاد الكلمه د العياشه المدلولين واللي حنا كنعنيو بها استمرار الملكيه في المغرب، على الاقل كنت كنتمنى نسمع على اننا مع المملكه المغربيه بقياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس بوحدتها الترابيه من طنجه للقويره، هكا وغادي نفهموا على اساس انها الملكيه واستمرار الملكيه. ولا كان قالها هكا غادي يضرب حتى في الاشخاص اللي هما مازال اليوم من هذا كيقول لك لا حنا مع الزفزافي وحنا ما كناش خونه وما كندعيوش للانفصال، لانهم ما دعوش الانفصال وفي نفس الوقت كيقولوا حنا مدلولين، العياشه مدلولين. والحمد لله هذه هي النقطه اللي فاضت الكاس، لانهم كانوا المغاربه كلهم كيمشيو مع ضحيره الريف، ونهار قال العياشه مدلولين، ونهار قالوا حنا الريافه ودعوا لذاك القوميه الامازيغيه، هنايا ولينا كنشوفوا على ان الناس بدات كتفهم الخطا ديالها وبداو كيتراجعوا وبهذا تحاصر. اما اللي كيقول لك ماذا حقق حراك الريف، ماذا حققت الدوله من مطالب حراك الريف، انا كنقول لك حققت الدوله من مطالب حراك الريف ان كل بوق فاسد. كمال هذا بالنسبه لما تحقق غادي نوصلوا لها. راه عندي انايا شنو هي المطالب، اشنو المطالب اللي كانت واشنو اللي تحقق فيها واشنو اللي ما تحققش. هاي واحد شويه وانا غادي ندير اخويا. واخا المهم نخلي هذا الشيء لك اخي الحاج الديكتاتور. وانا غير نقول لكم بالنسبه حنا كمغاربه، ماشي حنا هما القضاء وماشي حنا هما المؤسسات وماشي حنا اللي غادي هما الان كيقول لك اطلاق سراح الزفزافي وكيخليوكم نتوما كمغاربه تقولوا اطلاق سراح الزفزافي باش تضغطوا على الدوله ويخرج، وهكا غادي يكون القضاء غير مستقل والقضاء غير نزيه. اللي يقدر انه يطلق ناصر الزفزافي هو انه ما يرتكبش ذاك الجرائم وكان خدا واحد العقوبه اللي هي ماشي قاسيه، ومن بعد ذلك غادي يخرج. الملك محمد السادس راه ما كيدخلش في القضاء النازي، والملك محمد السادس ما غيجي يدير واحد العفو الملكي حتى يشوف واحد التوبه نصوح من طرف ذاك الشخص. واش هاد ناصر الزفزافي كتب شي رساله استعطافيه للقصر الملكي وكيطلب العفو الملكي؟ واش ناصر الزفزافي اعلن على التوبه ديالو انه مع الملكيه في المغرب ولا اعلن على الوحده الوطنيه؟ اذا الوحده الوطنيه بقياده مناسي اللي كيقول لك كندافع على ناصر الزفزافي، الا كانت هي بقياده جلاله الملك راه حنا دائما كنكرروها، والا هي كانت بقياده ناصر الزفزافي كما اراد البعض فاحنا ماشي مع هاد الناس هادو. وحنايا راه حنا ما كنقسموش المغرب، حنا بغينا المغرب واحد موحد، والملك محمد السادس وهاد الاسره العلويه هي اللي كتوحد هاد المغاربه وكيديو لهم روابط البيعه. انا بالنسبه انا كنشوف اي واحد يبغي يدعي ولا يبغي ياخذ شي منصب من غير هاد يعني نقولوا نقسموا المغرب، فالمغاربه ما غادي يرفضوا بتاتا، ما غاديش يقبلوا، ما غادي يقبلوا حتى شي جزء من الارض ديالهم يتجزا ويحكم فيه شي واحد. لذلك انا بالنسبه لي القضاء دار التحقيقات ديالو، القضاء عطى العقوبات ديالو، شفت الجرائم اللي توجهت لذاك الشخص ثابته في حقه، حتى هو ما قدرش يبرأ نفسه، وهاد الناس اللي كيدافعوا عليه ما قدروش يبرؤوه. اذا انا هنا خويا ما غاديش ندخل في المؤسسه القضائيه ونبقى نملي عليها شنو غادي دير. لذلك انا اللي بغى يطلق ناصر الزفزافي ولا يطلق سراح ناصر الزفزافي يشوف حل الراس. وانا كمغربي ما نقول اطلاق سراح ولا اطلاق المعتقل ولا اي شيء، لانه فاش كيدخل الانسان الحبس كيتسمى مجرم، وانا ضد المجرمين. تحياتي لكم، السلام عليكم اخي لوميتر والديكتاتور خوت كامل. تحياتي سي كامل. تحياتي. فكره باش ما يقولكش اشخاص راه هذه عنصريه، بالعكس انا مواطن مغربي وقسما بالله الاب ديالي من الحسيمه، ولكني ما بغيناش هذا الشيء اللي وقع. حتى ولينا كنشوفوا الكبرانات كيركبوا على هذه الموجه، ولينا كنشوفوا اسبانيا كتركب على هذه الموجه، وولينا دابا كنشوفوا على ان الكبرانات كيجيبوا واحد الشخص اللي هو كان من اصدقاء هادو اللي خرجوا في هذه المظاهره وكيقول لك جمهوريه الريح في قلب الجزائر. اذا هذا الشيء اللي بدا في الريف مازال كيستمر داخل الجزائر، وانا ما عندي ما ندير بهذا الشيء اخاي. انا راني غير مواطن مغربي، ما تقولوا لي لا طلق لا والو. وتحياتي والسلام عليكم. تحياتي خويا كمال العزيز. وعاشوا الريافه، عاشوا الريافه، وعاشوا جباله، وعاشوا شراقه، وعاشوا الحياينه، وعاشوا جميع القبائل المغربيه، جميع القبائل المغربيه، وعاشوا المغاربه وعاش الملك. باش محيس كاينين هاد الناس يقول لك راه حقا راه كيقول حنا ضد الخونه وضد اللي كيهدد الامن والاستقرار د بلادنا. هذا هو اللي وسمحوا لي بزاف اخي. لا 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 بالعكس 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 اخويا كمال، بالعكس
مرحبا. سيدي لو جينيرال، تحياتي خويا الحبيب. تفضل سيدي لو جينيرال. تحياتي خويا رشيد والإخوان جميعا اللي في الكاست واللي في التكست. شوف، خصنا نخفضوا شويه كما قال عبد الرشيد السياسه والاقتصاد، نخفضوا التوتر نحددوا قواعد الاشتباك ونحددوا قواعد الاشتباك. حنا ما رحناش هنايا باش اللي عطى الله عطاه. دابا خصنا نشوفوا قدام، وكل واحد يشوف المسؤوليه ديالو، وكل واحد يعرف في راسو واش دار واش ما دارش باش البلاد تزيد لقدام. فهمت؟ نطلبوا حنا يعني الامنيه ديالنا ان شاء الله يتسد هذا الملف بالطريقه المغربيه. هناك اناس ان اخطا الزفزافي فهناك من اخطا باكثر منه ب500 مره وراهم مسؤولين في الدوله. كاين الذي رفع السلاح ضد الدوله، هناك من تعاون مع انظمه علنا وجهرا، هناك من كان يتقاضى مرتبات وزراء دول اخرى، وهناك من وصفته دول معاديه بانهم كانوا وزراء لها ودخلوا في الحركيه السياسيه ولا في الحركه الاداريه للدوله، واصبحوا من خدام هذا الوطن. المساله ديال ان الواحد دابا كيبقى يقلب على جوا منجل ما خداماش. الملف خصو يتطوى، لانه بغينا ولا كرهنا في القضاء غادي تمشي تتبع الملف القضائي غادي تلقاه قانوني. لو كان فيه نوع من الخروقات كانوا المحامين ديالهم كانوا خرجوا بالخروقات ديالهم. انا ما غاديش نعلق على احكام القضاء بشكل قاطع، لانه الحكم يعني اصدر ونفي وانه في حاله تنفيذ، راه كيف كيقدر العقوبه ديالو. لكن حنا ما كنهضروا لا من الناحيه القضائيه ولا من الناحيه السياسيه، ولا حنا كنهضروا في الناحيه الوطنيه بالعموم، ان واحد الامر يعني درء المفاسد اولى من جلب المنافع. خلينا نشوفوا القدام. الدوله، الحكم على الشخص في حد ذاته ليس هدف، ماشي هدف الدوله. السجن ماشي هدف، السجن وسيله للاصلاح، وإن أصلحت الأمور لا داعي لتتمة العقوبة. بغض النظر، الناس اللي كيقولوا أن الزفزافي دار، واخا دار متفقين، ما عندناش مشكل، ما ندخلوش في التفاصيل. 8 سنين الله يجعل البركة. الناس اللي دابا كيزيدوا يشعلوا النار من الطرف الآخر، اش باغيين؟ شنو باغيين؟ باغيين عاوتاني نخرجوا في مجموعة أخرى تضرب 20 عام؟ ديما كنقول واحد الهضره وديما كنقول واحد المثل كيعجبني، واحد المثل شامي. السيد مشى بغى ياكل العنب، قالوا له انت ادخل من هذا الباب وكل العنب. قال لهم لا، بغيت ندخل من الباب الاخر. قالوا له الباب الاخر فيه العساس. قال لهم ادخل من هنا. قال لهم لا، ندخل من هذاك الباب. يا ودي راه فيه العساس، لا ندخل منه. قالوا له دابا غير من التالي، واش انت باغي تاكل العنب ولا باغي تضارب مع العساس؟ دابا حنا في امر واقع، الا غادي نناقشوا ونرجعوا للزمن الى الوراء نتناقشوا حتى نرجعوا الى الوراء، ومن بعد نفكوا نتناقشوا حتى نرجعوا للبيدال اللور، من نرجعوا ل 2016 و 2015، ومن بعد عاوتاني نوليو من الوجود. الا ما غاديش نقدروا نرجعوا الزمن الى الوراء ونحن امام امر واقع، خاص الطرف، جميع الاطراف خاصها تفهم، خصوصا الطرف ديال المحتجين. وما خصناش نبقاو نقولوا الطرف ديال الريف، راه ماشي الريف كامل كان مع الزفزافي، وماشي الريف كامل كان ضد الزفزافي. هناك واحد المصطلح انا قلته، يعني كنبقى انا كنتحمل المسؤوليه ديالو. في الجانب ديال الاحتجاج في الحسيمه كان هناك فشل في اداره الاحتجاج. هذا المصطلح ليس ما فوقه وليس ما بعده. الا مشى الى هاد الناس المحتجين وهاد الناس اللي كيهضروا وهاد الناس اللي عندهم مطالب واللي عندهم كنهضر المطالب في تحت سقف وحده الدوله، ما اللي كيتخطاوه ما عندي ما ندير بهم، هذوك اصلا لا نقاش معهم ولا جدال. حنا كنهضروا اللي تحت سقف الوحده الوطنيه والترابيه.
وكان هناك فشل في إدارة الاحتجاج. تقول لي كان طرف ثالث الذي فعل؟ كاين اطراف، كاين واحد الطرف انت كتحتج، هذاك الاحتجاج الا وصل للمستوى ديال اللي راك باغيه انت، كاين الناس اللي غادي تضرر، هذوك الناس ما غاديش يخليوك. حسبت لهم حساب ما حسبت لهمش حساب، تتحمل المسؤوليات. انت تتعامل مع دوله، تتعامل مع دوله، مع اجهزه الدوله. هذاك التعامل ديال اجهزه الدوله عنده واحد الميكانيزم، اما الا خرجت عليه، خرجت منه ما غاديش الدوله غادي تكيف معك. انت اللي خصك تكيف مع الدوله، انت اللي خصك تكيف مع الميكانيزمات اللي كتمشي فيها الدوله. واش درتهم؟ ما درتهمش، تتحمل المسؤوليه. الحراك كان بدون راس، كان بدون راس. دفعت ان تترأس الحراك، دخلت الفخ، دخلت القفص برجلك وفرحت. هذا من سوء إدارة الاحتجاج. درت مطالب، كاع مؤسسات الوساطة اللي كتخدم بهم الدولة، منهم الأحزاب، رفضتهم. شكون انت؟ شكون هذا اللي غادي يجي يناقشك؟ بغيت الملك مزيان، ماشي عيب انك تطالب ان الملك، حتى حنا كنطالبوا الملك مباشره، لان كنعرفوا بان القرار الذي ياتي من الملك هو الذي ناجز. المشكل واش باغي الملك ملي غادي يصيفط لك، شنو غادي يصيفط؟ يجيك هو؟ ما غاديش يجيك. راه دول كامله، راه الوزراء الذين يتحدثون باسم الملك في المفاوضات. ما كيمشيش الملك ينقز الامم المتحده وينقز الامريكان وينقز، راه كاين عنده وسائل وعنده اشخاص ينوبون عنه. رفضوا. هذه يقول لك لا ما جاوش عندنا، وانتم كتخرجوا في الاحتجاج كتقول ما بغيناش الدكاكين السياسيه، ما بغي. جاء خنوش، ما عندي بول وقت، هللت لها. وين تهلل هذه؟ ان صافي قضينا الغرض، ان رئيس الحكومه جا واحد قال له ما عندي بول وقت، وشدتم بها ودرتوا كذا، يعني ها هو رئيس الحكومه مشى. زيد شكون؟ ما كانش ميكانيزم. الحاجه الثانيه، انت هذاك الطرف الثالث الذي تقول ان كان هناك طرف ثالث الذي سير البلطجيه وسير، فرضا كان والى حد ما اوكي، انت كان يتهمك بالانفصال من المصلحه ديالو، خصو يتهمك بالانفصال. علاش؟ انا غادي نجي في بلاصتك وغادي مع المحتجين وغادي نفهمك. غيتهمك بالانفصال. علاش؟ لانه الا تبتات بان المطالب ديالك شرعيه، يعني هو مسؤول. دونك باش يتملص من المسؤوليه ديالو خصو يضربك بشي حاجه، انه الانفصال. انت ما ترفعش العلم الوطني، ما ترفعش، كتاكد له صوتا وصوره انك منفصل. تقول لي لا ولم اقولها، لا خويا الشريف، نحن في عهد الصوره. راه سقطت الدول في العالم بالصوره. وغيرت. راك في مصر قال لك بان الاحتجاجات ديال 30 يونيو 2015 ولا 2013 اللي سقطت مرسي انتجت سينمائيا بالصوره، تؤكد عليها. منين تخرج تقول الاستعمار العروبي ورئيس الحكومه يعني 3/4 الحكومه امازيغ؟ بماذا هاد المصطلحات؟ واش كتعرف شنو هو المصطلحات اللي كتخرجهم؟ تحسب عليك. هناك اطراف تستغلها. واش في اخبارك؟ ما في اخباركش. سوء اداره الاحتجاج هي هذه اللي ما في اخباركش. في اخبارك انت اذا ادعنت لك الدوله فانها تفتح الابواب الى مناطق اخرى. وهنا غادي نجيو للمسقي وغادي نختم. هناك مناطق، العقل ديال الدوله راه ماشي هو العقل ديالك. غادي تنازل لك الدوله، ما عندهاش مشكل، المطالب ديالك مقدور عليها، الشكل ديال الاستجابه. اذا استجابت لك بالطريقه اللي راك باغي نتايا، ديال ما عندي بول وقت، وتخرج تقول انه بطل وهذا هو الريفي الحر الذي لا يهاب سميتو رئيس الحكومه، غادي ينوضوا لها، غادي تنوض مناطق اخرى. باش غادي تفكها؟ اش من ميزانيه خاصك باش تفكها؟ فشل لمجموعه من المناطق، ومجموعه من الفشل في مجموعه ديال المجالات اللي موروثه من 60 عام ولا 70 عام، 60 عام ديال الاستقلال.
كن فيكون. النهايه اخرى، النهايه في النقطه دي نقطه اخيره. اشنا هي؟ عندنا احنا في مشكل في المغرب، لا عداله مجاليه، لا احد يمكن ان ينكرها بما فيهم الملك. الملك قال لك ان المغرب يمشي بسرعتين. محاوله استغلال هذه اللا عداله مجاليه والباسها واستحضار خلفيات تاريخيه والباسها حللا سياسيه وتكييفها مع مزاج مناطقي، هذا هو الظلم الاكبر. انك انت كتبين بان المنطقه ديالك محقوره، ماشي في اطار اختلالات تسييريه للدوله، لا، ان هناك خلفيات تاريخيه وخلفيات سياسيه بمعاقبه تلك المنطقه لان فلان في العام الفلاني دار، او لان سكان هذه المناطق كانوا في واحد الوقت كذا. استحضار البعد التاريخي في امر ما عندوش علاقه، لانه الا جينا نهضروا على ان الريف نستحضروا فيه البعد التاريخي غادي نمشيو حتى ميما نقولوا راه معاقبه على الاحداث ديال مولاي بوعزه. واش المستوى المعاناه التي يعانيها الناس في شمال المغرب في الحسيمه وفي اجدير وفي الناظور تصل الى عشر معشار ما يعانيه الناس في محمد الغزلان. محمد الغزلان شنو دار؟ يلا اشمن ولا نمشيو للتنغير ونمشيو للجنوب السامر ونجيبوا حنا اي تعطى، ولا نمشيو للرشيديه نجيبوا لهم عدوبي. غادي نمشيو انا نمشي نتظاهر في سميتو في اوفوس ولا في النيف ولا في الرشيديه ولا في الريساني ولا في ارفود، وكان الناس اللي عجباتهم هاد اللي كنبقى نذكر هاد الاسماء وداروا عليها لايف، ماشي مشكل نعاودها باش توليو تعاودوا ديروا لايف، ونهز التصويره ديال عديو به. علاش نهز انا؟ علاش استحضروا البعد التاريخي في هذه؟ في خبارك هذيك كتضرك، وهذا من سوء اداره الاحتجاج. بعض الناس كيحسبوهم منين كيهزوا المغاربه الاعلام ديال المغرب والتصاور ديال محمد السادس في المظاهرات، كيحسبوهم خوافه وكيحسبوهم عياشه وكيحسبوهم ما عرفتش شنو هما. هذيك راه من الذكاء الجمعي المغربي. الذكاء الجمعي المغربي راه كيهز هو الاعلام وكيهز تصويره محمد السادس باش يقطع طريق على دوك المفسدين اللي غيبغيو يكيفوا دوك الاحتجاجات على عقل امني معين، وكيقول مدير هذوك الناس راهم مسيرين من كذب الجماعه الفلانيه ومسيرين من الجماعه الفلانيه. اخر نقطه، هو واحد العام كان جا الملك الوجده، كنا مازال كنقراو لمحمد السادس، وهو اش كنقول الذكاء الجمعي ديال المغاربه. مشينا نشوفوا الملك اول مره غادي يجي، نمشيو نشوفوا الملك الجديد. سمعت واحد الهتاف ما فهمتوش انا، ملكنا واحد محمد السادس. بقيت نقول انا هاد الناس مالهم هبلوا، واش راه عندنا حنا صراع في السلطه باش نقولوا ملكنا واحد؟ كان شي واحد راه طالب الملك من غير محمد السادس ورحنا نخرجوا نبايعوه؟ واش مولاي عبد الحفيظ مع مولاي عبد العزيز راهم مضاربين؟ ما فهمتش ذاك الوقت. من بعد منين دارت السنوات فهمت بانه اذكى هتاف هتفه المغاربه لملك حكم المغرب، هو هذه ملكنا واحد محمد السادس. ما معناه؟ حنا عندنا غير ملك واحد، عندنا غير مقدس واحد، ما عندناش مقدسات بزاف، ما عندناش فلان وفلان 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 حتى هما نقدسوا وندخلوا في المقدسات. لا ما تهضرش على هذا وما تهضرش على هذا وما تهضرش على هذا. راه بعض المرات الاشياء اللي كتشوفها انت بواحد الشكل، كتشوف التصويره ديال الملك والعلم ديال الملك، ما تعتقدش بان الناس راهم كهباله، راه كيقطعوا الطريق على ناس فاسدين غادي يمشيو باش لانهم ما خصهم يتحاكموا على ديك التظاهره لاخلالهم بواجباتهم تجاه وطنهم وتجاه المواطنين، وكيمشيو يحوروها يقول لك هذيك حيت فلان وحيت الجماعه الفلانيه ولا الجماعه، كيهزوا الاعلام. اخويا حنا خاطينا، حنا مع الملك ومع المغرب، نفذوا لنا المطالب ديالنا. فالله يرحم الوالدين، سيروا قلبوا وبحثوا على هذه المساله ديال سوء اداره الاحتجاج. اسف على الاطاله والسلام عليكم. ونتعلموا نقولوا عشان حتى ما بغيناش نقولوا وليس مطلوبا منك ان تكون عياشا، فقط لا تكون رياشا. ليس مطلوبا منك ان تكون عياشا، فقط لا تكن رياشا. والسلام عليكم وعاش المغرب. الله يحفظك سيدي محمد العزيز، الله يحفظك. خويا عثمان تفضل. اخويا العزيز تفضل. السلام عليكم
الاستاذ الحاج الديكتاتور، خويا لو ماتر، الاخوه اللي معنا مره انايا لو جينيرال. المهم مرحبا سي عثمان، مرحبا اخويا. بارك الله عليكم، بارك الله عليكم. شكرا الاستاذ الحاج الديكتاتور. المهم على اي سمعت بزاف ديال المسائل هنايا في هذا اللايف، ولكن انا اصلا طلعت مع هذوك خذ راحتك عثمان، جاوب على كل شيء، خذ راحتك. شكرا الحاج الديكتاتور. وما تنساش غدا مع 10 ديال الليل. لا ان شاء الله راه كلشي وجدناه. المهم على اي انا سمعت بزاف ديال المسائل، وخصوصا هذوك الناس اللي كيجيو كيسترزقوا على المعاناه ديال الناس، كيجي هنايا يعني ما طلع على الملف، ما كيعرف المطالب، ما كيعرف شنو كيطالبوا وشنو شنو وقع، شنو حدث، شنو هذيك. يعني كيمشي لواحد الجهه متطرفه يعني راقصه الجزائر، وكيعطيو لهم المنصات وكيخاطبوا يعني في شي مسائل. مساله القضاء انا نتحدى اي واحد. يعني اليوم كل واحد كيجي يعني راه القضاء ولا مات القضاء، اوكي انت كتهضر راه القضاء سوسي القضاء لا ارجع عطي لينا سيدي، اكد لينا يا ايها التيك توكي عندك التصويره المستعاره غلبوق، كتجي هنايا وكتهضر على واحد المؤسسه يعني ما عندك حتى شي حاجه في الجعبه ديالو، ما عندك والو، كتجي كتهضر من اجل الهضره. الا عندك شي حاجه وانت يعني عندك شي معطيه ما عندناش حنايا، اجي فيدنا بهذيك المعطيه، عطينا، قول لنا بان ما فين تعداو على هاد الاشخاص في القضاء. دونك اذن لي هذا المؤسسه القضائيه دارت الشغل ديالها. فوالا اللي عنده العكس بغى يتبث لنا شي حاجه يجي يحط لنا هذاك الشيء. ولكن باش تجي وتبدا يعني تحاول ما يمكن تقنع هذوك المبردعين اللي كتطلع معاهم في اللايفات فقط لانه هما كيعيشوا بهذا الشيء هذا، يعني هما يوميا كيعيشوا بهذا الشيء هذا. دونك سي بوغ سا الحاج الديكتاتور ملي سمعت ليهم كنشوفهم بعض المنصات، هاد الناس هادو يعني تبعوا مع هذيك الجهه اصلا اللي دمرت هذه القضيه هذه، هذا المنطقه هذه ديال الريف ما احتاجش لهذا الناس الرجال المطافي هذولا، هذا الرجال المطافي الناس اللي كيحاولوا يعني يشعلوا العافيه وميم طون يطفيوها، هذو اللي كيشعلوا وكيجيو زعما يطفيو. انتوما ما تاكلوش الثوم بسميه الريف. انا كنهضر على هذوك، خصوصا على هذاك السيد وهذوك المنصات اللي كيضلوا النهار كامل كيحلوا وكيناقشوا في واحد القضيه اللي اصلا ما عاشوهاش، ما حضروهاش، وما عرفوش شنو كاين تما. الحراك ديال الريف ولا ديال الحسيمه، هذا الحراك هذا دمرها او ميم طون، باسكو اليوم كنشوفوا بان الناس ديال هذه المنطقه يعني تعراو بيناتهم. هذا كيسب في هذه هي القضيه اللي كتهضر عليها. وهذوك المنصات اللي كتطلعوا فيهم عراو عباد الله، جبدوا الامهات يعني هاد التواصل الاجتماعيه ما خلاو حتى شي واحد يعني على الوضوء ديالو، وكيجيو هنايا وكيقولوا بان ما وي راه مظلوم. واش كاين شي ظلم اكثر من هذوك المنصات اللي كتطلعوا فيهم؟ واش كاين شي ظلم عوض نتوما تجيو تطفيو نتوما كتجيبوا ليسانس وكتفرغوه؟ دونك هذوك الناس انا ما كنهضرش على الاخوه اللي، حيت انا ماشي من الطبيعه ديالي بانني نعاود المحكمه. انا كما قلت لكم المحكمه حكمات، اللي عنده شي حاجه اخرى من غير هذا الشيء اللي وقع في المحكمه يجي يعرضوا علينا، يجيب لنا الادله. انا كنهضر على هذوك المنصات اللي كياكلوا الثوم بسميه الريف، هذوك الناس اللي كيحاولوا يطلعوا على قضيه، واحد القضيه اللي ما كتعنيهم من حتى شي حاجه، اللي كيظلوا في المنصات اللي كيسبوا الريافه، اللي كيهبطوا لهم السروال وكيطلعوا لهم السروال من الجزائر. وهذا الشيء هما ما شفتش كيهضروا عليه.
كيحاولوا ما يمكن هذا الشيء هما يعني كيخبعوه تحت الزربيه. لا، كيجيو غير عند المغاربه هنايا اللي كيناقشوا بيناتهم. ناصر الزبزافي مغربي، اتفق معاه اختلف معاه، سي طون بروبليم، مشكل ديالك. ولكن هذوك الراقصات اللي مشاو للجزائر، يعني انت بغيتي تدافع عليا على الحقوق ديالي انايا في المنطقه الريف مع واحد الراقصه من الجزائر اللي كيمشي للجزائر، وكتجي هنايا وكتحاول ما يمكن يعني تفرض عليا الافكار ديالك، ونقول لك امين. انت كنتي كتقول البارح، انا كنت كنقول البارح انا غلط، درت واحد الغلط كبير. اخويا وكيل تعرض وور، انا غلطت سيدي واخا، ولكن اليوم راه خرجت من الظلمات الى النور. ومالكم يعني ما كتبغيوش بنادم اللي كيعاق من هذوك الراقصات وكيرجع للطريق ولا؟ اذا كيف يعقل انكم انتم كتدافعوا على الحقوق الانسان ولكن في نفس الوقت كتقمعوا هذوك الناس اللي كيختلفوا معاكم؟ يعني اش من صفه كتطلع عندي هنايا نتايا بعدا؟ واش منظمه ولا جمعيه حقوقيه ولا حزب سياسي؟ ولا غير الهضره من اجل الهضره؟ 8 سنين وانتم كتركبوا على الحدث. واش هذوك الناس اللي مشاو للجزائر ما خرجوش من الحراك؟ هذوك الناس اللي مشاو للجزائر واش ما خرجوش للحراك؟ الحراك كان كيقول لا للدكاكين السياسه، لا للجمعيات المرتزقه. ولكن واش هذوك الناس اللي كانوا عندهم هذوك الطرابش ديال الانفصال وهذوك الرايات ديال الانفصال، واش هذاك ماشي دكان؟ البام حرام، العداله والتنميه حرام، المهم هذوك الاحزاب الاخرين حرام، ولكن هذاك الدكان المسقول لا فيه هذاك حلال. هادشي كاع ما كتهضروا عليه، هادشي ما كتهضروش عليه. هذوك الناس اللي كانوا دايرين في القيادة الحراك، هذوك الناس اللي في القيادة الحراك، حيت حنايا طلعنا على المحاضر، عندنا المحاضر وعرفنا شنو وقع في المحاضر. هذوك الناس راه صرحوا في الفرقة الوطنية بأنهم انفصاليين، صرحوا قالوها هكا، صحاب لهم هذاك الشيء كان اللعب. فحال هذاك اللي هضر عليه الاستاذ لو جينيرال ملي قال لك بانما راه اخنوش مشى سول واحد قال لي شنو خصكم، قال لي خصنا لي جيلي والباراسولات، ولكن دابا ما عندي بو الوقت. ها المطلب ديال هذاك السيد اللي كان في البحر، مشى عنده اخنوش كان تما كيصوب شي مسائل، قال لي شنو خصك، قال لي خصني باراسولات ولي جيلي، الباقي ما عندي بو الوقت دابا. يعني هادو هما المطالب. ولكن هذوك الناس اللي كيقولوا لا للدكاكين السياسيه ولكن هما كيديروا الرايه ضد الجمهوريه هنايا في الكتاف، كيفاش غادي نهضروا عليهم؟ هذوك الناس اللي كانوا كيطلبوا بالمظاهرات وكيمنعوا الرايه ضد المغرب، كيفاش غادي نقولوا عليهم هذوك؟ كيفاش غادي نقولوا على هذا الشيء هذا؟ دونك هذوك الناس اللي كيعيشوا على المظلوميه نتحداكم ما تهربوش من المنصات، بغيتوا تناقشوا معنا، حنايا عشنا الحراك من طقطق الدار، السلام عليكم، عشنا الحراك. العائله الزفزافي انا رحبت بها في داري وكنعرفهم. هاد العائله هذه غادي تختلفوا معها سياسيا ولا توجهيا كما بغيتوا، ولكن ماشي خوانه. باش تقولوا لي راه هاد العائله هذه خوانه، ماشي خوانه. اختلفوا معاهم، داروا الاغلاط، ركبوا ديروا عليهم اللي بغيتوا. هاد العائله ماشي عائله. المهم انا كنقول لكم يعني خلال انا ما كنعرف على هاد الاخوان فهاد العائله هذه سي با دي خوانه، مغاربه بغيتوا ولا كرهتوا، سي دي ماروكان مغاربه، اختلفوا معاهم كما بغيتوا. ولكن هذاك الناس اللي كانوا في المحيط، هذوك الناس اللي كانوا في المحيط، اعتقد ان هذوك الناس واحد المجموعه خطيره، وهي اللي جمعت كلشي ودات الحبس. راه كانوا ما كانوش تما دي زونفون دو كور، كانوا تما الناس الا طلعتوا على المحاضر، وهاد الناس هذوك المحاضر اللي يعني صرحوا بهم،
اكدناهم بالفيديوهات سواء قبل الحراك سواء من بعد الحراك، حيت ما تنساوش بان ما بزاف ديال الناس خرجوا ويعني بقاو في المواقف ديالهم. اذا كان تما واحد الانفصال بامتياز ما نكروهاش، وهذا الشيء اللي دمر ماشي على الجامع، ماشي التهمه ماشي التهمه ديال الجامع، ماشي التهمه ديال هذيك. هذوك الناس اللي ما حزموش على الكرشهم، اللي كانوا كيشدوا الاموال من اوروبا باش يحاولوا ما يمكن. يعني راه شحال من معتقل قال لك راه مشيت على خلفيه الحراك، كانوا شدوا غير في الزنقه سكران. دونك سي بور سا كنقول لكم ديروا الفرق يعني بين الاشخاص. كاينين مغاربه القضاء تحكمت، المحكمه ما تعاودش في التيك توك ولا في فيسبوك. انا عندي مرفوض، ومرفوض عندي اي واحد يجي هنايا يهضر لي على شي حاجه سميتها الزفزافي من هذوك الخونه، لان ما الزفزافي ما وكل حتى شي واحد فيكم باش يجي يتخبع فيه. وناصر الزفزافي من 2019 كان واضح، قال لكم انا الى كاين شي واحد يهضر عليا هو الوالد ديالي. هذوك المرتزقه اللي جالسين في المنصات النهار كامل كيبلبلو، وهذوك الناس اللي كيديروا داك الترامبات باش ياخذوا الشرعيه من جديد، حنا يعقنا باللعبات ديالكم. حيت واحد الاخ طلع معنا ورا لينا واحد الفيديو، وحنا يعرفنا كيفاش دار داك الفيديو، الطريقه باش دارت، لان ما شدوا بنادم كان كيعزيوه الناس، كيجيو عنده يعزيوه الناس وهما كيدوزوا ليه اللايف، يعني باش يحاولوا ما يمكن يسجلوا معاه الموقف فقط باش يهزوا هذه الشرعيه. دونك سي بور سا كنقول لكم الاخوان، المحكمه تحكمت. انا بالنسبه لي المحكمه تحكمت، المغرب ماشي مسدود باش يلقى الحل ولا الحلول، داكور. لقاو الحلول مع مجموعه ديال الدراري اللي كانوا دخلوا خرجوا ما بقيناش كنسمعوا عليهم. والسؤال مطروح، هذوك المعتقلين السابقين اللي خرجوا على الحراك علاش ما شفناهمش تما في الجنازه؟ السؤال مطروح. المهم على اي استسمح الاخوان ديالي، انا كنت طلعت فقط عند هذوك اللي كيركبوا على هذا الحدث الاستاذ الحاج الديكتاتور، وانا كنقولها وكنعاودها، الله يطلق سراح ناصر الزفزافي. واستسمح الاخوان ديالي الى قلت شي كلمه ماشي هي هذيك. بالعكس عثمان، كانت مداخله جميله جدا. بالعكس اخويا عثمان، والله يطلق السراح الجميع. شوف، الله يطرح السراح كاع اللي مسجون، الله يطلق سراحه، والله يطلق سراح ناصر الزفزافي. امين الاستاذ الحاج الديكتاتور. ولا استسمح الاخوان ديالي المسامحه، العربيه ديالي ماشي حتى لتما، الا غلطت في شي حاجه راك وليتي مزيان. ويلي السي عثمان، كانت مداخله موفقه جدا. بالعكس اللغه ديالك تحسنت بزاف. شكرا السي الاساتذه في المستوى عليها. شكرا لكم. لا مرحبا خويا عثمان العزيز، مرحبا. غدا ان شاء الله. محمد تفضل سيدي محمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ابعدا باش نبدا بواحد التضامن مع دوله قطر الشقيقه، فهمتيني. وكنطلب من الجاليه الاخوانجيه الموجوده في المغرب انهم يمشيو للسفاره ديال قطر، لابد يطردوا ويطلبوا منها طرد القاعده الامريكيه. ماشي حشومه ان قطر لا يوسف سي محمد، مشكله. انا راه مازال عندي مقيده داك الشيء. لا صافي، كمل الجمله، كمل سيمو. شوف انا راني عند بالي اخويا، ويقدر نكون غلطت يوسف. لا ماشي مشكل، بحال يوسف ما كاين حتى مشكل. ما نضيعوش الوقت، كمل. سميتي ديرنا البلبله في اللايف، ديرنا البلبله. واش هذا التضامن؟ قال اخويا عزيز دولة مسلمة وعربية، وأنها من الدول الرائدة تنتهك سيادتها من طرف إسرائيل الصهيونية بمساعدة أمريكا، وما نقفوش معها. هذا راه واجب. لهذا كنطالبوا، لأن الشعب القطري ما يقدرش يخرج، ما عنده لا حول ولا قوة إلا. كنطالبوا من الجالية الإخوانية موجودين في المغرب أن هذه فرصة باش يتوجهوا إلى السفارة القطرية ونديروا يد باش نطالبوها بطرد القاعدة الأمريكية وقطع العلاقات مع أمريكا لأنها تمول إسرائيل. ندخلوا للموضوع ديالنا. السلام عليكم. دابا كاين واحد الإشكالية في النقاش ديالكم الإخوان. علاش؟ لأنكم كتقولوا محاكمة غير عادلة، وقد دار مراجعة. علاش دار هاد المراجعة الزفزافي؟
شنو هو اللي كان خاطئ فيه باش دار فيه مراجعه؟ لان اغلب الناس هنا اللي كيدافعوا به تيقول لك الزفزافي دار مراجعه والخطاب ديالو تحول ما بقاش كي كان. اذا هنا كيعتبروا بانه كان خطا وانه فهمتيني كان تيدير جون. راه هذا هو بعدا النقاش. بعدا اش هي المراجعه اللي دارها هذا الزفزافي؟ وثانيا انا نقول لكم انا معاكم، الزفزافي ظلم نفسه، والاكبر المظلومين في هذا الشيء لانه السيد ما قاريش. انا نقولها لكم راه كنت كنتصنت، السيد مدفوع فيه داك الحماسه فهمتيني وفيه داك الشيء واستغلوه، هو ما عرفش راسو وزيدوه القرنه وكيدفع ديك الجرائم اللي كانوا كيديروها. اما المطالب الاجتماعيه فهذا واجب على كل شيء. ان الزفزافي كي دابا كيدير انه داك التهور ديالو وداك الجهل ديالو الجهل ديالو كيدفع ديالو، لانه كان تيقول كلام وخطابات بحماس وما عارفهمش وما كيعرفش حتى المعنى ديالهم. واللي بغيت نجبد لكم بزاف الكلام مثل من قال فهمتيني انا لو كنت في الجنوب ما يبقاوش البوليزاريو ها سبتهم لي قدامك السي الزفزافي. ثانيا ملي قال لك الاستعمار العروبي ارحم من الاستعمار الاسباني، هل يعلم الزفزافي وامثاله انه ما ديك سبب مرض الناس في الشمال بالسرطان هو ما فعله الاستعمار الاسباني؟ بزاف النقاط، ولكن هذا ماشي جهل ديال الزفزافي وهذا معروف، لانه السيد ما عندوش شي رعاد دابا كيتقف راسو في السجن، وهذا هو ما يسمى السجن التهذيب، انه كيتهذب وكيتوعى شويه باش يعرف. وشفتوا واحد التحول شويه في الخطاب ديالو، وهذا نازل الدراسه وداك الشيء فهمتين. النقطه الثانيه الاخوان، وهو في الاول لانه الموضوع كان في الاول كيف كان، وانا اللي كنت باغي نشارك فيه في الموضوع لانه متذكرات، لان الموضوع تحول 7 المرات اخاي رشيد، من المحاكمه العفو الحراك المطالب وبدا من ابرنوس. وانا هنا اللي كنت بغيت، لان تقال واحد الكلام انه ما يتعرض، وهذا كنت بغيت نقول كل مره نرجع، انه ما يتعرض له ابرنوس هو باعاز او من الكبرانات. وهنا عجبني الحال مي قالها محسن، لانه قالها محسن هنا السؤال. اللايفات اللي كيدير الروكان على الخوت المغاربه، على ابرنوس، على دار على نرجس، دار على الصنيبي، دار على نعوم، دار على العلوي السوسي، دار على كل شيء. شنو هو شنو نسميوها محسن؟ شنو تسميه؟ انا راه خصنا نحطوا كل النقاط في حرافهم، لان ماشي تقولوا غير زفزافي ولا هذا، لان كل واحد كيهضر فهمتيني. لان هذا هو النقاش الاول اللي تذكر ودرتيه، لانه قال لك حقا ان ابرنوس اغتال معنويا. انا نتمنى ابرنوس يطلع يقول كلام الحق ويقول شكون اللي كان كيهاجمو وشكون كيهضر فيه في الاول. ام حقين هضر، ما يبقاش يقول لي حتى شي واحد، خليونا من النفاق. دابا تفهموني، لانكم ما كنتوش حاضر النقاش فيه 5 السوايع، تحول من موضوع لموضوع 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 الموضوع الموضوع. نعم تصفية حسابات، هنا فقط تصفية حسابات واسترزاق، وكل واحد كياخذ الموضوع ديالو من الجهه اللي كيبغي، ما كتهمكم لا بلاد لا والو، ما كتهمكم لا الناس ديال الحسيمه، ما كيهمكم لا زفزافي، ما كيهمكم لا مغرب لا والو. لو كنتو فعلا مع الزفزافي، اولا زفزافي ما عندوش حق يدير خطاب خارج انه يحضر بلا ما يدير خطاب. هذا اولا راه اخترق القانون، اخترق علاش خرج، واش من حقه الناس ديال القانون هنايا زفزافي خارج انه يحضر الجنازه ديال الاب ديالو، واش مصرح له يدير خطابه؟ جاوبونا اخاي الحاج الديكتاتور، قانونيا واش مصرح يدير خطاب؟
ما عندوش والدوله كانت ما عندوش تساعد. حق، ولكن شوف يقدر يكون مثلا السلطه طلبات منه باش يهدئ الناس، باش الامور تدوز سلسه، يقدر عادي جدا. وداك الناس اللي خرجوا هل دابا بيني وبينك ها هو ميدان الخطاب وماشي في الجنازه وكيقولوا لك واش داك الشرطه اللي تعرضوا قال لك الاخر قال لك حكا الشرطه استعملت شويه من العنف، واش الناس جايين واش ما عندهمش حق الدفاع على نفسهم؟ واش الناس جاي كيضربوا بالحجر؟ نهضروا على الاول اللي بغيتو تهضروا على الحراك الريف او حراك الحوسيمه او يسمى بحراك الريف، نهضروا على وفاه محسن فكري وشنو هو السبب، واش فعلا انه اجرم هو اللي رمى راسو بعدا، واش دار واحد المخالفه قانونيه؟ رغم انه دار مخالفه قانونيه مشاو، لان شحال الناس يقول لك فين هي هاد المطالب، ما اغلبهم ما عارفينش المطالب اخي الحاج ديكتاتور. انا غادي نديرهم دابا سي محمد، انا نديرهم دابا. المطالب ما عارفينهاش حد الان، لان في الاول مي عزيز وطلع محسن كيغوت عارف داك الفيديو اللي تيقول ما قدرش يسمعوا، حنا تنقول له غير ترجموا شنو كان كيقول في داك الفيديو، حنا راه عندنا الترجمه. علاش ما قدرتيش انك تسمعوا وتشرحوا للناس شنو تيقول؟ انك كتواجه الدوله وكتقول هاد شتت باباها. واش هذا تيقول كيشتت الدوله ماشي اجرمه؟ وخليونا اللي كنتيو كتعرفوا بانه اخطا فاذا صافي يدير مراجعه ونطلب له العفو والله يطلق سراحه والله يهديه ويهدينا ويهدي الجميع. اما تقول لا نحسبوا حتى محاكمه قديميزي كانت خاطئه، لانها اللي خارجين كيدافعوا عليهم دابا هاد الجمعيات وهاد الرهج الديمقراطي هما اللي كيدافعوا على مجرمين قديميزيك نفسهم. ايوا اللي جاي يدير الفوضى في البلاد ويقتل رجال السلطه ويقسم ويطالب انفصال فنحسبوها مطالب اجتماعيه. الفرق ما بين المطالب الاجتماعيه والمطالب الاخوان وحده اخرى. انا نتمنى ياك المطالب الاجتماعيه راه نعطيكم الاسماء موجوده ديال المسؤولين اللي تعاقبوا او انتقلوا او توقفوا، او كاين فهمتيني، او كذلك اللي فرط يكرط. راه جا بعد الخطاب الملكي، راه سيدنا الله ينصرو راه دار خطاب قال لك ما يقع في الحسومه او اللي تعرضوا للحسومه شيء بحال هكا يعني، وخص المعاقبات كل من ساهم في هذا الشيء، وجعل اثر توقيف بزاف ديال المسؤولين وتنحيه 3 الوزاره. واش ما وقعاتش ولا لا؟ الحاج ديكتاتور. اذا هنا اللي تيقول لك المسؤولين ما تحاكموا ما تعاقبوا ما دار انتقال ديال الصيد البحري، المندوب الصيد البحري، كذلك ديال اللي سميتو ديال الرياضه ديال الصحه المندوب تما انهم كاين التوقيف ديالو كاين اللي انتقل والتجريد ديالو ونزلوا له الدرجات ديالو. وهذا الشيء اللي بغيتو نجبدوا لكم بالاسماء والادله. راه بنادم ما كيعرفش. واش واحد كان تيبيع في الفراشه الدار مع مقدم كيتسمى مناضل؟ واش واحد كان كيريش الدجاج حرق ولا دابا هنا مناضل؟ وكتقارنوا لنا بوعبيد وباليوسفي والله يهديكم. واش واحد اصاحبي هذا راه هو الغلط الكبير اللي كديروا. دابا بيني وبينكم شحال من وحدين كتهضروا. واش واحد كان غير في الفراشه وجاتو استدعاء ولا انه مناضل وهرب ومشى للجزائر وتسمى راسو مناضل؟ اصاحبي الله خلونا ساكتين. المناضل اسمع، المعارض هو اللي ما كيتعاملش مع اعداء البلد وكيخاف على الوطن اكثر من كل شيء وما كيضربش الوحده الترابيه ديالو وما كيبغيش تقسم الوطن ديالو. هذا هو المعارض. اما اللي كيمشي عند اعداء المغرب فكتصف عليه كيولي عامل خائن، ما كتبقاش عنده صفات معارض او كاع حتى لهذا الانتماء لهذا البلاد. الصلاه على النبي. شكرا خويا الشيخ جمعه. تفضل يا ولد مويت. انا المداخله ديال الشيخ الجمجمه عجبتني فاحمه. تفضل اخويا يوسف. بارك الله فيك سي رشيد. السلام عليكم الاخوه والاخوات. المهم كاين كثير ما يتقال من قبيله وانا معكم هذه ساعات وعلى عين غادي نبدا في الموضوع. اولا نقول ماشي عيب اننا نطرقوا لواحد الملف تيهمنا حنا كمغاربه.
باش يجي شي حد يقول لك لا ما تقلبوش المواجيع، ولا لا ما تلقاش فيه بانه اننا نتبادلوا المعلومات. كاين اللي عنده معلومات مغلوطه على الاحداث، كاين اللي عنده ربما تعتبر بانها حقيقه وهي غير ذلك. يعني حنا تنحاولوا اننا نناقشوا في اطار دردشه تيك توكيه لا اقل ولا اكثر، وكل واحد يمثل نفسه. هذه المساله هذه راه مهمه جدا. المساله اللي بغيت نشير لها وهو انني انا اولا ضد مصطلح حراك الريف، وهذا قلته من سنوات. هذه لا يوجد شيء اسمه حراك الريف، بالعكس هذا مصطلح مندس وسيرت له اقلام باش يدوز، لانه لم يكن هناك حراك بالريف بتاتا. حتى مصطلح حراك الحوسمه انا اتحفظ عليه، لانه نقدروا نقول بانه كانت احداث الحوسمه، ولكنني انا بالنسبه لي المصطلح اللي تنشوفه حسب القناعه ديالي وهو حراك الزفزافي. بالنسبه لي انا هو حراك الزفزافي. حراك الزفزافي هو انا بالنسبه لي هو 3 ديال التيارات، تيتكون 3 ديال التيارات. وداك الشيء علاش تنشوفوا الان بعد الخرجه ديال ناصر الزفزافي في الوفاه ديال الاب ديالو الله يرحمه، تنشوفوا داك التناحر شويه، وباقي داك التيارات ربما مازال موجوده، غير كل واحد تيشوفها بالموقع. نقاطعك كلمه. الخوت اللي كيقولوا لنا هضروا على الحوز، هضروا على المشاكل اللي